السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أول حاجة بالله عليكم، يعني قبل حتى ما أبدأ في الفيديو، قبل ما أبدأ في أي حاجة يا جماعة، الناس اللي بتقول ما بيجينيش إشعارات، الاشعارات يا جماعه عشان يعني الناس اللي هي مشتركه من زمان قوي قوي، فالاشعارات كده كده مش هتجيلها. فانتوا الغوا الاشتراك واعملوه تاني، يعني اكتبي الغاء الاشتراك وارجعي اشتركي من اول وجديد ودوس على الجرس ويظهر لك كلمه الكل، يعني يظهر لك 3 كلمات كده، دوس على كلمه الكل عشان يظهر لك اي اشعار، اي حاجه من عندي هتجيلك على طول باذن الله. اشتركوا بقى في القناه دي، سواء الفيديو ده اتنشر في القناه الصغيره او في القناه الكبيره. بالله عليكم ادعموني وقفوا جنبي الفتره دي، لان الفتره دي محتاجه فعلا وقفكم جنبي، ومحتاجه ان انا ارجع تاني زي الاول. والله العظيم انا بجاهد نفسي يا جماعه على اني اعمل اي فيديوهات. ايوه انا عارفه ان مفيش طيور دلوقتي بس انا ممكن ما فيش طيور، بس انا بقول لكم المعلومه هو الفيديو، يعني انتوا ما يشغلكمش الطيور، لان انا هجيب طيور الفتره دي. اللي عاوزه اقوله سبحان الله، يعني حتى لما ما يبقاش عندي طيور ببص على الاكل، يعني في كل مكان، يعني في الاكل مش عارفه اوديه فين، والله اكل الطيور مش عارفه اوديه فين، فانا ببقى متضايقه ومستخسره. انا عندي اكل، يعني شوفوا اكل الطيور، يعني في ناس دلوقتي مش لاقيه حتى قشره البطيخه دي تحطها للبط او للارانب او لاي حاجه. انا برمي بالجرادل لان ما عنديش طيور. طب هديه لمين؟ او بدي لجيراني، يعني لاي حد مربي بديله بقى الحاجات دي، بستخسرها. والعيش طبعا، العيش ده انا يعني شوفوا انا بجمع العيش ده كله وانشفه، وهجيب لكم انا منشفه كميه كبيره جدا جدا جدا، هعمل منها خلطه حلوه قوي 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 باذن الله، واقول لكم عليها باذن الله. خلطه كان حد قايل لي عليها، يعني خلطه تسمين طيور حلوه جدا، وخصوصا للبط والفراخ البلدي. هعملها باذن الله على فيديو حلو، فيديو كده يكون كبير بس يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا قبل المغرب دلوقتي، بحس ان الجو هادي ورايق، فانا صراحه مش مشجعه لان السطح مش نظيف، لسه ما نضفتش وما عملتش اعاده ترتيب للسطح. السطح كبير لكن عاوز توضيبات يا جماعه. طبعا الايام دي يعني الايام دي باذن الله، يعني احنا في حيره من امرنا. يعني انتوا عارفين ان انا يعني ابني خاطب دلوقتي اسامه، فاحنا بحيره من امرنا. احنا مش عاوزين نستقر هنا في الارياف، فاحنا عاوزين ننقل في بيت تاني كبير، يعني بندور على بيت مثلا في الفيوم نفسها، في المحافظه او في القاهره او في كده. فاحنا محتارين، مش عارفين هنبني هنا او هنستقر هنا، فهو ده اللي مخليني كده، يعني مش عارفه استقر، مش عارفه مثلا ابني عشش كتيره هنا فوق السطح للطيور، مش عارفه اعمل ايه. فهو ده اللي مخليني لا عارفه الطيور ولا عارفه اعمل اي حاجه والله. لكن كده كده انا ان شاء الله باذن الله، يعني الفتره الجايه باذن الله كده كده انا هجيب طيور، حتى لو ما استمرناش هنا الطيور مش هيجرى لها حاجه، الطيور هتكبر واذبحها وكده، ومطرح ما امشي بقى اخدها معايا، او مثلا هدي المفتاح لام عمر تبقى تاكل لي، لان حتى لو رحت اي مكان انا مش هبيع بيتي، يعني استحيل ابيع بيتي، يعني ده بيتي الحمد لله جنه، يعني بالنسبه لبيوت تانيه جنه، يعني الحمد لله. الفتره دي حر وشده وكده، الدنيا كلها حست بالحر الا انا، الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. البيت جنه، يعني حر بتاع ده هوا وحواليه زرع وكده. اللي ما شافوش الناس الجديده، طبعا لو نشرت الفيديو ده على القناه الجديده، بالله عليكم يا جماعه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ومعلش اللي ما اشتركش يدوس على كلمه الاشتراك، ويدوس على الجرس ويدوس على الكل. يدخل على القناه الكبيره ام سما الفيوميه، هيشوف بيتي بالتفصيل، وانا يعني كذا فيديو موصله في البيت والزرع والجنينه وكده. بس طبعا انا بحبكم في الله، حبيت اعمل بس الفيديو ده، يعني بقول لكم ممكن يبقى في طيور الواحد ما يبقاش لاقي اكل، ما يبقاش في طيور، يعني ما يبقاش عارفه اودي الاكل فين. انتوا معايا في كده ولا لا؟ لان طبعا الفتره دي حر 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 حر، فايه فصعب قوي ان الناس تجيب طيور حتى عشان البت هو. ايه يا سما ده؟ ايه ده؟ وريني كده. شايفين سما يا جماعه بقى راحت قطعت الموجه اللي فوق الجنينه. لا مش انا اللي قطعها، امال مين؟ ده بابا حشر خالص، وبعدين انا قطعت دي. طب ماشي، طب احنا هنوديها فين دلوقتي؟ اجري حطها فوق العشه في الشمس. اللي انا عايزاها. طب حطها فوق العشه هي هتستوي. طب العبها خد. بس شويه. طب ماشي العبي.
يلا روح. الموزه سبحان الله كانت حجمها صغير، فما شاء الله طلعت موز كتير اهو، فما استحملتش اتقطمت، فالعيال جابوها. حطيه في الشمس يا سما، احنا هنحطها في وسط تبن، ولما نحطها في وسط تبن في الشمس هي هتستوي لوحدها. ماشي. بس هي لما اتقطعت مش هينفع تتعمل. لا لا عادي، هي تستوي باذن الله. بس حبايب قلبي، يا رب تكونوا كلكم بخير وسعاده، بحبكم في الله. بالله عليكم يعني تفاعلوا معايا كده في القناه، يعني معلش الفتره دي بس اقفوا جنبي فيها، اقفوا جنبي فيها، وان شاء الله هرجع احسن من الاول. يعني انا عارفه وواثقه 100%، حتى لو كانت المتابعين دلوقتي ما بيروح لهمش اشعار. يعني اما بزعل وبقول في القناه مثلا انتوا بتعملوا، كل الناس بتدخل تقول لي والله ما بيجي لنا اي اشعار. معلش اليوتيوب لان القناه حصل فيها مشاكل كتير قوي السنه دي، وانا مريت بمشاكل كتير قوي، فاليوتيوب حش الاشعارات من على القناه، فلما بيلاقاني بتفاعل وبنشر كل يوم فبيجيب الاشعارات تاني. دعائكم بقى معايا وهترجع باذن الله ام سما احسن من الاول، انا واثقه في ربنا اولا. واشوفكم على خير وسعاده وصحه يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. عاوزاكم بقى تفاعلوا معايا في التعليقات، بدل التعليق اكتبوا 2 3، اعملوا لايكات، اعملوا اشتراكات بالله عليكم في القناه دي والقناه الثانيه، مش هنسالكم. يعني انا وقفت معاكم، يعني معلش يعني اي حد حتى عطته معلومه ونفعت معاه، معلش يقف جنبي الفتره دي. انا بحبكم في الله والله، انتوا طبعا اهلي وعيلتي وحبايبي وكل حاجه ليا في الدنيا، اقسم بالله انا ما عرفت طعم الحياه وعرفت طعم الدنيا الا لما فتحت القناه دي وتواصلت مع الناس، لان كنت حاسه ان حياتي اللي عدت دي مش حياه اصلا. ايوه الحمد لله ربنا عاطيني خير ورزق وكل حاجه، بس يعني يعني على راي المثل الجنه من غير ناس ما تنداس. الله الارنب طلع هو على وشكم، كنت بدور عليه على فكره كنتش لاقياه، طلع اهو. كانوا بيحبوا البطيخ قوي. هجيب طبعا للارنب ده، هجيب له 2 جوز ستات. يلا سلام عليكم.